ايه رأيك لو قلتلك ان ممكن تكون عشت 20 او 30 سنة بتدافع عن شخصية مش شخصيتك اصلا، لكن الشخصية اللي اتعلمت انها ترضي الناس؟ السؤال بقى، لما القناع هيقع مين هيفضل؟ في احساس غريب جدا، ممكن تكون عايشه كل يوم بس مش حاسس انك البطل في يوم، كأنك داخل فيلم بس مش الفيلم بتاعك. بتصحى وتمشي في روتينك، تقابل ناس وتضحك وتزعل، لكن في حتة جواك بتسألك: وانا بعيش حياتي ولا بعيش دور مكتوب لي؟ خليني أسأل سؤال صريح، كم مرة حسيت انك الشخصية الرئيسية، مش مجرد واحد بيكمل أحداث، لكن واحد الأحداث بتحصل عشان؟ وكم مرة حسيت العكس، إنك مجرد ضيف شرف بتدخل مشهد تقول كلمتين وتخرج ولا حد يلاحظ حتى إنك كنت موجود؟ إحنا تعودنا على فكرة واحدة، إن كل واحد فينا بطل حكايته، بس الحقيقة إن ده مش دايما بيحصل. في أيام بتبقى فيها أنت محور كل حاجة، قراراتك بتفرق، ووجودك بيغير، وصوتك مسموع. وفي أيام تانية بتبقى واقف على الهامش بتتفرج والدنيا شغالة من غيرك وكأنك مش مهم. والمشكلة مش في إنك تكون ضيف شرف، لكن المشكلة إنك تفضل كده وتصدق إن ده دورك الحقيقي. في ناس كتير جدا عاشت سنين طويلة وهي فاكرة إنها مش البطل، فاكرة إن في حد تاني أهم وأقوى وأحق وأقدر ياخد الدور، ففضلت دايما في الخلفية تساند وتساعد وتدعم، لكن عمرها ما أخدت خطوة لقدام. مش علشان مش قادرة، لكن علشان هي مقتنعة إنها مش مكانها. بس الحقيقة المؤلمة إن مفيش حد هيجي يقولك اتفضل ده دور البطولة بتاعك. الدور ده انت اللي بتاخده، مش بالصدفة ومش بالحظ، لكن بقرار. قرار انك تبقى موجود بجد، مش مجرد جسم بيعدي في اليوم، لكن عقل بيختار وقلب بيحس وصوت بيصحى. بس خليني أكون صادقة، مش كل لحظة في حياتك لازم تبقى فيها بطل. وفي حكمة كبيرة جدا إنك تعرف إمتى تكون في المقدمة وإمتى تبقى ضيف شرف بإرادتك. بإرادتك، لأن في مواقف مش محتاجة بطولات، لكن محتاجة إنك تسند غيرك، وإنك تسيب حد تاني يلمع، وإنك تكون خلف الكواليس بس وإنت راضي. الفرق هنا مهم جدا، إنك تبقى ضيف شرف باختيارك، مش ضيف شرف لأنك شايف نفسك أقل. في ناس عظيمة جدا قوتها مش في إنها دايما في الصورة، لكن في إنها عارفة إمتى تظهر وإمتى تختفي. لكن في ناس تانية اختفت لدرجة إنها نسيت نفسها. خليني أسأل سؤال تاني، أنت مختفي ولا مختار تختفي؟ في فرق كبير، الأول خوف والتاني وعي. أنت ممكن تبقى بطل حتى وأنت ساكت، وممكن تبقى مجرد ضيف شرف حتى وأنت بتتكلم طول الوقت. البطولة مش صوت عالي ولا حضور ملفت ولا حتى نجاح ظاهر. البطولة الحقيقية إنك تعيش حياتك وإنت حاسس إنها بتاعتك، مش مستعارة ومش مؤجلة ومش نسخة من حد تاني. في ناس حياتها كلها سيناريو مكتوب لغيرها، بتشتغل علشان ترضى، وتتكلم علشان تتقبل، وبتختار علشان ما تزعلش حد، وفي الآخر تكتشف إنها عمرها ما كانت البطل، علشان البطل ما بيستناش إذن. خليني أقول حاجة يمكن تكون قاسية شوية، لو أنت مش شايف نفسك بطل محدش هيشوفك كده. ولو أنت شايف نفسك مجرد ضيف شرف، الدنيا كلها هتعاملك على أساس ده. الموضوع مش غرور ولا تضخيم للذات، الموضوع ببساطة، هل أنت شايف نفسك تستحق تعيش الحكاية ولا مجرد تعدي منها؟ وفي لحظة معينة لازم تسأل نفسك: أنا عايز أبقى إيه في حياتي، مش في حياة الناس.
في حياتي أنا. يمكن تكتشف إنك طول عمرك كنت بتدي البطولة لناس تانية، ويمكن علشان بتحبهم، ويمكن علشان خايف تخسرهم، ويمكن علشان شايفهم أحسن منك. بس في الآخر أنت اللي خسرت نفسك. ويمكن الوقت جه إنك ترجع، مش ترجع لحد، لكن ترجع لنفسك. ترجع تقول أنا مش هعيش على الهامش تاني، وأنا مش هبقى مجرد مشهد عابر في حياتي، لكن أنا هبقى الحكاية. بس خلي بالك، البطولة ليها تمن. هتغلط وتتعب وتتحاسب وتتحط تحت ضغط، لكن في المقابل هتحس إنك عايش بجد. وأعتقد إن مفيش إحساس أغلى من كده. في النهاية مش مهم الناس شايفك إيه، بطل ولا ضيف شرف. المهم أنت شايف نفسك إيه، لأن الحقيقة البسيطة إن حياتك ما فيهاش غير بطل واحد، ولو أنت ما أخدتش الدور حد تاني هيمثله مكانك. في نهاية الحلقة، يمكن مش كل يوم هتكون البطل، بس على الأقل خلي حياتك تستاهل إنك تحاول تكون.